بعد كده نخلي بالنا هنقرأ سورة الفاتحة على أساس يبقى إحنا بنصلي بنقرأ الفاتحة قراءة صحيحة كما كان يقرأها النبي صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن شاء الله خلي بال حضرتك، بسم الله الرحمن الرحيم ما تقولش بسم الله الرحمن الرحيم. اسم الله هتبدأ بهمزة ليه؟ الباء كسرة بي. بسم الله. بسم الله. وهتقول بسم الله ولا بسم الله؟ بسم الله. ليه؟ عشان الميم مكسورة. بسم الله الرحمن الرحيم. تخلي بالك ما تبرزش شفتيك في كلمة الرحمن. ما تقولش بسم الله الرحمن كده يبقى بتعمل ايه؟ اشمام في الحرف ده. لا، انت تنطق زي ايه؟ لما بتقول واحد يا عبد الرحمن، تمام؟ ما بتقولش يا عبد الرحمن، تمام؟ فتخلي بالك. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولازم تقف هنا تاخد نفس. خد نفس. ليه بقى؟ لانك لو في الناس اللي هي بتستعجل تقول ايه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. لا، خلي بالك، انت لو عملت كده يبقى لازم تقول ايه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، تمام؟ يبقى لازم بتقولها بالوصل بالتشكيل بتاعها. فلو هتوصلها مفيش مشاكل، بس قولها كده بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. تخلي بالك من رب ديت، ما تقولش رب العالمين. رب ما تسكنش الباء، لازم الباء مكسورة، فتخلي بالك منها مشددة ومكسورة. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. ما تقولش الرحمن لا، رحمن انت بديت بايه؟ لازم تبدأ بهمزة. الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. تخلي بالك بقى منها، ما تقولش مالك يوم الدين. مالك ما تسكنش الكاف، لازم كي، الكاف مكسورة كي، وبعد منها ياء مفتوحة يا. مالك يوم الدين. مالك يوم الدين. وطبعا تخلي بالك الدي ما تقولش التي دي تاء، مالك، ولكن هي دال. خلي بالك دي دال. مالك يوم الدين. مالك يوم الدين. يبقى ما تقولش مالك يوم الدين، ما تقولش مالك، ما تسكنش الكاف. مالك يوم الدين. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. تخلي بالك بقى، ما تقولش إياك نعبد وياك ياك، لا، إياك في ياء مشددة هنا. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. نعبد، خلي بالك من الدال ديت مضمومة، ما تقولش نعبد. إياك نعبد وإياك نستعين ما ينفعش، لازم تقول نعبده في حالة الوصل. لو هتقف تقول نعبد هتعمل قلقلة، لكن هنوصل
إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. واحنا اتفقنا ان هنقف، الوقف على رؤوس الآية سنة، لكن انت عايز توصل، مستعجل عايز توصل، طب ماشي اوصلها. لما تيجي توصل آية 5 بآية 6 ما تقولش إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا، لا، نستعين اهدنا. نستعين اهدنا. نستعين اهدنا. نستعين اهدنا. ده لو هنوصل، لكن لو وقفنا نقول نستعين وبعد كده اهدنا، نبدأ بهمزة مكسورة والدال مكسورة. ولو وقفنا على كلمة نستعين نخلي بالنا لازم نقف بنون، ما تقفش بميم، ما تقولش نستعيم، ما تستعجلش عليها وتلم الشفتيك على بعض، ما تقولش نستعيم، دي ايه انت بتقول ايه؟ ولا الضالين، لا، ولا الضالين، ان مش تخلي بالك. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. خلي بالك بقى، الهمزة مكسورة هتبدأ بهمزة مكسورة تقول والدال مكسورة دي، يبقى الميزان بتاعنا اي او دا دي دو، يبقى اهدنا. اهدنا. يبقى ما تقولش اهدنا ده، لا، الدال مش ده، والهمزة مش ما تقولش اهدنا، لا، اهدنا. اهدنا. اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. الشي تخلي بالك ما تقولش السي، ما تقلبهاش سين، وما تقولش الشي، ما تعملش فيها شين، لا، تقول الشي. الصي. 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 الصراط المستقيم. الصراط المستقيم. خلي بالك بقى في كلمة المستقيم، خلي بالك المستا ولا المسطى، ما تقولش المستقيم، المسطى دي طاء، احنا اتفقنا التاء فتحة تا المستا. المستا. المستقيم. المستقيم. وما تقولش المستقيم، ما تقرص على القاف دي تعملها كاف، ما تقولش المستقي لا، دي كاف. المستقيم. المستقيم. وما تقولش المستقيم، ما تعملهاش بالنون، لا، دي ميم. المستقيم. المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. خلي بالك بقى، الصاد كسرة، صراط الذين، صراطا، ما تقولش صراطا، دي تاء، لكن هي مكتوبة في الطاء. صراط الذين أنعمت عليهم. صراط الذين أنعمت عليهم. الذين لازم نخرج في طرف لساننا في الذال، الذي وخدناها قبل كده. الذين أنعمت عليهم، أنعمت لازم تسكن النون وتسكن الميم، ما تقولش أنعمت، ما تعملش فيها قلقلة، تقول أنعمت عليهم. أنعمت عليهم. عليهم ما تقولش عليهم، الهاء كسرة مش هي، الهاء كسرة هي، هي هو، تقول ايه؟ عليهم. 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 صراط الذين أنعمت عليهم. خلي بالك من الغين فتحة غا، ما تقولش غيري، لا، الغين فتحة غا حرف مفخم دائما. لو وقفنا نقول ايه؟ غير. لو وصلنا غير المغضوب عليهم. غير المغضوب
المغضوب عليهم المغضوب الماء، ما تقولش الما، الميم فتحة مش ما، الميم فتحة ما المغضوب عليهم المغضوب عليهم. ما تسكنش الباء، ما تقولش المغضوب عليهم، المغضوب الباء مكسورة، غير المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم. طيب خلي بالك، غير المغضوب عليهم، ما تقولش المغضوب، ما تقولش المغضوب، ما تعملش الضاد دي فيها ضاء، المغضوب عليهم المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. خلي بالك بقى من هنا، ها، ولا الضاء ديت ايه، ضاد مشدده، ما تقولش الله، ها، وما تقولش الطاء. خلي بالك لو طرف لسانك لزق فوق عند الاسنان الاماميه يبقى انت بتجيب دال تخينه، لازم تجيب الضاد ديت من حافه لسانك اللي هي اللسان من الجنب مع الاضراس العليا، الضاء. وعندك مد بعد منه مشدد لازم تمد 6 حركات، نقولها ازاي؟ ولا الضالين وتخلي بالك ما تقولش ايه ولا الضالين، يبقى ايه انت ما مدتش، ها، لا، كل اللي قرأ قرآن صحيح متصل السند بالنبي صلى الله عليه وسلم مد المد ده 6 حركات، اسمه مد لازم كلمي مثقل، لازم تقول ولا الضالين وتخلي بالك بقى ما تشددش اللام قوي، تقول دي اللام ديت مشدده وتفضل ماسك فيها شويه كتيره، لكن هي ميزانها ايه؟ اللي ولا الضالين. طيب احنا برضو عايزين نعمل ايه؟ تجميعة للمد. احنا قلنا لو في مد بعد منه همز نمد كام حركة؟ 4 حركات، لو بعد منه مشدد نمد 6 حركات، تمام؟ سبب التشديد ده المشدد حرفين، الاولاني ساكن والتاني متحرك، يبقى كل مد بعد منه سكون اصلي نمد 6 حركات. خلي بالك الكلام ده عالي شويه، معلش. ولا الضال ادي اللام ساكنه اهي، كويس؟ اللي يبقى كل حرف مشدد اصله حرفين، الاولاني ساكن والتاني متحرك، تمام؟ طيب نبص كده، لو قلنا مثلا ايه في نون اخرها ايه؟ سكون، يبقى لازم تمد 6 حركات. ياسين اخرها ايه؟ سكون اصلي، يبقى لازم تمد 6 حركات، تمام؟ ده ان شاء الله في الدروس القادمه باذن الله بحول الله وقوتي ناخده بشيء من التفصيل. جزاكم الله خيرا، والى اللقاء في الدروس القادمه ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.